السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل كفتة الحاتي. تحفة والله. بصي، جوسي وجميلة وطرية واحلى من الكفتة اللي بنشتريها بره. ممكن كمان تحط لها حتة فحم، هتديكي طعم المشوي على الفحم جدا جدا يعني. انا معايا هنا كلها مكونات موجودة في البيت، ما جبناش اي مكونات من المريخ يعني. معايا هنا بصلتين ثلاثة، ضربتهم ضرب شديد كده لحد ما نزلوا المية بتاعتهم، وعصرت المية كلها وخدتها على جنب عشان يعني تنفعني في التصبيع، يعني بصبع بيها الكفته بتاعتي. انا هعمل صنفين النهارده من اللحمه دي. طبعا انا معايا هنا حته كده من الدهن حلوه، بتدي طعم حلو قوي قوي. معايا كيلو ونص من اللحمه. بفضي كل المكونات بتاعتي كلها على بعضها. طبعا ما تنسوش تصلوا على الرسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسونيش في اللايك لو سمحتوا يعني. معايا هنا 3 4 معالق كده من الصويا صوص، وهبتدي اقلب كل المقادير مع بعضيها واديهم ضربه كده في الكبه عشان انا محتاجه اسمغ اللحمه مع بعضها. لما بتضرب في الكبه بصي بتبقى، بصي الفرق، دي مفرفته ازاي، التانيه بتبقى مسمغه. طلعت كل الشعيرات بتاعت اللحمه وبقت باينه، يعني فاهمه يعني، اكيد انتوا فاهمين يعني. انا همسك هنا اللحمه بتاعتي، ابتدي اعوص العصايه اللي انا بصب عليها دي من ميه البصل، وايدي كمان من ميه البصل كده، وابتدي اعمل صوابع زي ما انت شايفه كده واحمر على طول. انا حطيت في الاول نقطه زيت صغيره بس لحد ما ابتدت تنزل الايدام بتاعها، وعملتها كلها مشويه كده ورا بعضها في الجريل. تحفه تحفه، وما تسيبيهاش على النار ياما، ممكن تعمليها على فكره في الفرن ما فيش مشكله خالص، هتديكي برده نفس النتيجه. انا هنا كنت مستعجله وعملتها على الجريل على طول. كل ده نازل منها، مش يعني انا يا دوب حطيت بس مسحه زيت الاول. معايا بقى صنف تاني هنا من نفس اللحمه. بصي هعوز بس الكيس بتاعي برده من ميه البصل، وهنزل بالحته الكفته بتاعتي او البرجر. انا هنا عامله من نفس النوع برجر. تحفة يا جماعة والله، جميلة. وبرضه هنشويها على الجريل. أنا هحفظها رمضان، احفظيها معايا رمضان، وإن شاء الله ربنا يحسن ما بين إيديكم جميعا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. باي باي.